في اليوم 22 من شهر طوبى المبارك، الكنيسة بتقف بخشوع قدام اسم كبير، اسم ما ينفعش يتقال بسرعة ولا يتسمع من غير ما القلب يسكت شوية. الأنبا أنطونيوس، أب جميع الرهبان. الحكاية بتبدأ من زمان قوي، سنة 251 ميلاديا، في قرية هادية اسمها قبن العروس في بني سويف. اتولد طفل لأبوين أغنياء، بس غناهم الحقيقي ما كانش في المال، كان في القلب. ناس بتحب الفقراء وربوا ابنهم على مخافة ربنا وعلى إن الدنيا وسيلة مش غاية. كبر أنطونيوس ولسه العمر قدامه، لكن فجأة الموت دخل البيت. الأب مات وأنطونيوس وقف قدام الجثمان، مش بس بيودع أبوه، ده كان بيبص على الدنيا كلها وهي بتنسحب بهدوء. وفي اللحظة دي النار ولعت جواه، وقال في نفسه كلمات تقيلة: فين همتك؟ فين عزيمتك؟ فين جمعك للمال؟ أنا شايف الكل باطل وترك كل حاجة. لو انت خرجت من الدنيا من غير اختيارك، أنا أستغرب من نفسي لو فضلت فيها بإرادتي. وكان دايما يفتكر الآباء الرسل إزاي سابوا كل حاجة وتبعوا المسيح، وإزاي الناس كانت بتبيع أملاكها وتحط أثمانها عند أقدام الرسل علشان تتوزع للمحتاجين. وفي يوم دخل الكنيسة كعادته، وقف يسمع الإنجيل، وفجأة الكلمة خرجت كأنها معمولة له مخصوص: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك وأعطيه للفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. الكلمة دخلت القلب ما خرجتش. طلع من الكنيسة وما رجعش زي ما دخل، باع كل اللي يملكه وساب لأخته نصيبها، وأودعها بيت العذارى، ووزع نصيبه على الفقراء والكنائس، وساب القرية وساب العالم وسكن في كوخ صغير جنب النيل. وكان يلف على النساك اللي حواليه يتعلم من ده الفضيلة اللي اشتهر بيها، ومن ده الصمت، الصلاة، الزهد. وبعد شوية عدى النيل وسكن في مقبرة فرعونية قديمة جنب جميزة على الشاطئ الشرقي. المكان ده اتسمى بعد كده دير الجميزة أو دير بسبير، والنهاردة معروف باسم دير الميمون. وهناك ابتدت المعركة الحقيقية، حروب شديدة من الشياطين ضربوه ضرب عنيف لدرجة إنه فقد النطق. أصحابه شالوه وودوه الكنيسة، ولما خف رجع تاني، ما هربش ما خافش، رجع لنفس المكان، لنفس الوحدة، لنفس الجهاد. وبعدها توغل أكتر، دخل الصحراء الشرقية لحد ما لقى عين مية، سكن جنبها في مغارة، صوم صلاة سهر وحروب، لكن ربنا كان دايما معاه، كان بينصره. 20 سنة كاملة وهو على الحال ده، لحد ما الناس ابتدت تيجي، ناس عايزة تتعلم، وناس تعبانة وبتطلب الشفاء، وناس عطشانة لربنا. خرج لهم الأنبا أنطونيوس وبقي أب قبل ما يكون معلم، علمهم وأرشدهم، وربنا صنع على إيده آيات وأشفية كتير، وسكنوا حوالين مغارته في مغارات كتيرة، وبقى هو المرشد والأب والقلب الجامع. ومن هنا اتأسس أول نظام رهباني في العالم كله، وعلشان كده اتسمى بحق أنطونيوس أب الرهبان. نزل الإسكندرية مرتين، أول مرة سنة 311 ميلاديا أيام اضطهاد ماكسيميانوس قيصر، كان بيدخل السجون يشجع ويقوي عزائم المؤمنين. وتاني مرة سنة 355 ميلاديا عشان يدافع عن الإيمان القويم ويقف جنب القديس أثناسيوس الرسول ضد الأريوسيين. الملوك كانوا بيحترموه والناس كلها كانت بتكرمه، فلاسفة راحوا يناقشوه وطلعوا مندهشين من علمه وذكائه الفطري. ولما سمع الإمبراطور قسطنطين عن قداسته بعت له رسالة بيعبر فيها عن شوقه يشوفه وبيطلب صلاته ليه ولمملكته. والأنبا أنطونيوس رد عليه، باركه وطلب السلام للمملكة والكنيسة، ونصحه بما فيه خلاص نفسه ونجاح حكمه. وقبل نياحة الأنبا بولا أول السواح، ربنا دبر الأنبا أنطونيوس يروح له، كفنه وصلى عليه ودفنه بإيده. وزاره القديس مكاريوس
وألبسه زي الرهبنة، ورجع مكاريوس لبرية شهيد وأسس الرهبنة هناك. وفي آخر أيامه كان له تلاميذ كتير في شهيد ونتريا وجبل النقلون بالفيوم، كان يفتقدهم يا إما بنفسه يا إما برسائله، وليه 20 رسالة محفوظة ليهم. لما حس إن الرحلة قربت تكمل جمع أولاده ووصاهم يثبتوا في الجهاد الرهباني، وقال لهم يدوا عكازه للقديس مكاريوس، والفروة للقديس أثناسيوس الرسول، وثوب الجلد لتلميذ القديس سيرابيون. ووصاهم كمان إنهم يخفوا جسده بعد نياحته. وبهدوء القديسين ركض على الأرض وفاضت روحه في إيدين الرب اللي حبه العمر كله، ومضى لمحل النياحة الأبدي وهو عنده 105 سنة، شيخوخة مليانة نور وحياة اتعاشت للآخر. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم، آمين.